أليكسا كانت عم تدور على رجال وسيم لتتزوجوا، وبالصدفة في هالليلة صار الطريق قدامها على روي اللي كان بيحبها من لما كانت صغيرة. قبل كم دقيقة روي كان عم يهرب من جماعة بلطجية، بس المساعد لما شافه ما عاد قادر يكمل صرف انتباه المجرمين باتجاه ثاني. وأثناء ما روي عم ياخد نفسه سمع أليكسا عم تحكي بالموبايل، ولحظة هون شاف علامة الفراشة. من سنين أنقذت طفلة عندها نفس علامة الفراشة، ومن وقتها ما قدر ينساها. بالصدفة أبو أليكسا كان بده تتزوج بسرعة، بس هي كانت رح تقبل إذا الرجال اللي رح أقدموا له إياه يكون وسيم وعنده عضلات. فجأة خافت لما حدا لمسها من ورا، كان روي عم يطلب مساعدتها ووعدها يعطيها أي شي مقابل إنها تساعده. أليكسا أخذته لقصرها، وبعد ما أخذ شاور صار روي كامل ومثالي. ما قدرت تمنع حالها من إنها تحبه. زعلت لما سألها إذا شافت كفاية، لأنه رغم إنه هي أنقذته بس ما كان بدها تستغله. بالغلط فتح قميصه وطلع عنده عضلات، وبشكل غير متوقع قبلها بهاللحظة. بس هي صفعته وكانت معصبة كتير، لهيك شربت شوي. بس هالشي خلاها تفقد السيطرة وقبلته من غير تفكير، وانتهت الليلة بشغف. تاني يوم هي صدقت إنه كل شي كان حلم، بس فجأة حست بعضلات روي، وهون فكرت إنه روي يستغلها، بس ما كانت بتعرف بإنه هي اللي استغلته. ما كانت بعد بتعرف هوية روي الحقيقية، بس هالموضوع ما كان بيهمها. كان أهم شي بالنسبة لإلها إنه روي يكون شاب أعزب وما عليه أي سوابق. روي قرر يخبي هويته وكذب وقال إنه هو متدرب جديد بشركة جيسي. أليكسا تواصلت مع تشيو رئيس مجموعة جيسي، ولما شاف روي عرفوا بأنه هو أمير عيلة وو. روي قال إنه صار له حادث ورح ياخد استراحة شهر ليبعت تشيو التعويض لحساب زوجته. وقتها تشيو لعب اللعبة وكذب وقال إنه طالب فقير بس يعني نظيف. أليكسا حست براحة كبيرة، فقالت شروطها للزواج ووعدت إنها تحافظ عليه. ووافق على كل شي بدون تردد، لأنه أخيراً صار يقدر يكون مع المرأة اللي طول عمره عم يدور عليها. قبلها وبعدين وصل لها المصاري من حساب بطلنا. ترك بطلتنا تلمس عضلاته، وهي حبت تعرف إذا حدا تاني رح يلمسه، بس هو أكد لها بأنه ما في ولا حدا بحياته غيرها. وعدها أنه رح يتعب ويشتغل كتير ليخليها راضية. بعدين التقوا بتشيو، وفي نفس الوقت أليكسا وصلها اتصال من أبوها يلي حب يعرف كيف كان موعد هالبارح. فجأة أبوها سمع صوت رجال عم يناديه بأبي، لهيك خاف إنه بنته تنخدع. بسرعة أمر يحققوا بالموضوع، بس هي وقفته وقالت له إنه حبيبها موظف عند تشيلو. وقت هي كانت عم تحكي مع أبوها لحالها، تشيلو حذر روي إنه أليكسا مو بنت للعب، لأنه عيلتها بتعتبرها أميرة. حتى قال إنه بده يعرفها مع ابن عمه، بس روي هددوا إنه ما يعمل هيك لأنه هو بس يلي يقدر ياخدها. لما رجعوا على البيت ما قدر يمسك حاله، قبلها وناموا سوا. فالصبح بعت لها رسالة خبرها فيها إنه هو مسافر برحلة شغل ورح يرجع بعد كم يوم. فجأة وصل لها خبر سيء، شركة أبوها أفلست وما عاد عندهم محل يعيشوا فيه. أبوها حس بالذنب، بس يعني صديق لهم من العيلة جاب لهم بيت صغير. أليكسا ندمت لأنها ضيعت مصاريها على طالب وبلشت تبكي. وفي الوقت نفسه روي كان مع أصحابه يلي ما صدقوا إنه هو رح يتزوج هيك بسرعة، لأنه ما كان مهتم بأي بنت من قبل. فراهن إنه هو رح يتزوج بأسبوع، ولما شاف رسالة صديقته على الموبايل راح فوراً يشوفها. أليكسا طلعت بتبكي وطلبت المصاري يرجعوا لها، بس هو حضنها ووعدها إنه دايماً رح يكون معها. تأثرت بحنيته، وبنفس الوقت عيلتها طلعت وسمعت كل شيء. روي كان بده يتزوج بطلتنا إذا أكيد هي موافقة، وكان مفكر إنهم يروحوا وياخدوا شهادة الزواج من بكرة. هي وافقت فوراً واعترفت إنها بتحبه، بس أبوها رفض هالزواج تماماً لأنه كان شايف إنه هالزواج شي جدي. وأليكسا اشتكت بإنه بطلنا وعيلته فقراء، لأنه غير هيك كان ممكن تدفع شوية مصاري بس لتستمتع بشكل حبيبها الحلو. اعترفت إنها كتير معجبة فيه، وروي طمنها إنه يقدر يصرف عليهم كلهم. مع هيك الأب رفض لأنه إدارته السيئة دمرت شركته وما سمح لتشيلو يدعمهم مادياً. رغم كل شي روي كان مصر يتزوج أليكسا، والأم لما
ولما شافت صدقه الكبير طلبت يحكوا بعدين ويروحوا يناموا. بهالليلة روي نام بغرفة أخوها، وبعد كم دقيقة دخلت هي على غرفة أخوها. ما كانت تحب تبعد عن حبيبها وشكرته لأنه ما تخلى عنها. الأخ وقف بينهم ليحميهم من زعل الأب، بس نام وهو عم يحكوا مع بعض. استغلوا هاللحظة، بس فجأة الفرشة انكسرت، فبس تمددوا شوي يرتاحوا. الصبح أليكسا صارت متأكدة إنها بدها تشارك حياتها مع روي، وراحت سرا ياخدوا شهادة الزواج، يعني راحوا يتزوجوا بدون علم لا أبوها ولا أمها. كانت متحمسة كتير وما ترددت تنشر الخبر عن النت، بس تركت بس الأشخاص المقربين عنها يعرفوا بهالخبر الخاص. يومها صار أحلى لما وصلها خبر مفاجئ. شركة أبوها صارت ناجحة، في شخص استثمر بمليارات الدولارات بشركة أبوها وأنقذوه من الإفلاس. هيك قدر أبوها يرجع لعائلته حياة غنية. أليكسا كانت مبسوطة كتير وحكت لهم بأنها تزوجت. ركضت تفرح مع زوجها وسألته إذا بيعرف أمير عائلة بو، فراي سألها شو رح تعمل إذا هو كان هالأمير، فحكت له بأنه بطبع رح أطلقه. بعدها راحت عشان تزوره بشركته، وكان شوي رح ينكشف تشيو سبق وحضر راي، فاضطر يغير هدومه مع السائق وراح حضن حبيبته. لما طلعوا من الشركة واحدة من الموظفات لاحظت قديش هو حلو وقربت تسأله عن رقمه، بس أليكسا بعدته وقالت له بأنه هو متزوج. روي قبلها على خدها وهيك خلت البنت التانية تغار. فجأة أليكسا صارت تشك كيف الناس ما بتعرفه رغم إنه هو بيشتغل هون، ولاحظت كمان إنه ملابسه مش من مقاسه. بس روي كذب تاني. بعدين رافقها على المركز التجاري وهي حكت له عن وحدة من أعدائها يلي اسمها شياو. سمعت إنها رح تتزوج الأمير بو، وقلقت إنه عدوتها تستغل نفوذ الأمير لتدمر عيلتها. بهالوقت روي سألها إذا ما بدها يكون هو هالأمير ليحميها من الكل، بس هي ما كان بدها تخسر ولاءها. هو وعدها إنه حتى لو صار هالأمير رح يضل دايما معها. هي كانت مقتنعة بإنه هالأمير اللي قاعدين عم يحكوا عنه هو رجال عجوز بشع وعصبي ومش حلو وما بينطق. لما سمع هالشي روي ما فهم مين يلي نشر كل هالشائعات عنه، يعني حرفيا ضل منصدم. بهاللحظة طلعت شيو وتفاجأ لما شافهم متقاربين لهالدرجة. أليكسا خبرته بأنهم متزوجين، وهيك تشيو انصدم أكتر لأنه وقتها روي كسب الرهان مع أصحابه. أليكسا انبسطت لما عرفت بأنه زوجها كسب بيتين، وفجأة صارت صاحبتها تتصل فيها لأنها رجعت من السفر. اكتشفت إنه عيلة أليكسا كانت مفلسة، فخبرتها عن شغل بسيط بعيلة بو. كانوا عم يوظفوا جليسة للحيوانات، ولما الجد شاف أليكسا قرر مباشرة يوظفها. هي خبرته إنه عيلتها صاروا جداد أغنياء وكانت خايفة يرجع يواجهوا مشاكل مالية. الجد لاحظ إنها بنت منيحة وكان متأمل يكون لإلها علاقة مع واحد من أحفاده. وقتها تذكر إنه حفيده الأكبر غاب عدة أيام، فاتصل فيه وطلب منه يجي للعشاء. بنفس الوقت طلبوا من أليكسا تضل عشان تتعرف على الأمير بو. لما وصل روي لعائلة الجد انصدم لما شاف زوجته وعمل إشارة للجد ليضل ساكت. الجد فكر إنه هو خجول مع البنات، بس روي ورجى شهادة زواجه وشرح له بأنه هو كذب على أليكسا حتى ما يخوفها. فجأة أليكسا قامت، فركض روي عشان يختبئ. هي كانت لازم ترجع على البيت عشان تاكل مع زوجها العشاء، ولما راحت هو دغري لحقها وخلى الجد لحاله. بالبيت ما ترك زوجته تفلت، وأليكسا صحيت متأملة من الليل طويل. لما شافت موبايلها خافت من الوقت لأنها متأخرة على شغلها الجديد، ووبخت زوجها لأنه ما صحاها. بعدين اعتذرت للجد، بس ارتاحت لما قالوا لها إنهم عطوها يوم عطلة. أليكسا انبسطت، بس مجازها تأثر لما اتصلت فيها صديقتها يلي طلبت منها تجي على الحانة، بس كان هدفها إنها تخوفها. بالمكان كانت أشياء عدوتها وضحكوا عن يلي صار مع عائلتها. كانوا بدهم يربطوها مع رفيقها زو يلي كان معجب فيها، بس دايما هي كانت بترفضه. هو يلي عمدان أفلس الشركة ووعد يتركهم بحالهم إذا نامت معه. شيو هددتها إنها بتستخدم نفوذ عيلة وو، بس أليكسا رفضت تطيعهم. للأسف زو عطاها إشي، بس بفضل السيناريو القوي روي وصل لينقذها. بعد ما عطاها الترياق وبخها لأنها وثقت بالناس الغلط، وهي ما كانت بتعرف بأنه صديقتها كانت مخطط لها كل هالفخ بدون ما تنتبه. زعلت منه لأنه وبخها وطلبت منه يروح.
فاعتذر منها فورا لأنه كان قلق إذا ما وصل بالوقت شو كان رح يصير معها. أليكسا قبلت اعتذاره وبعدها وصلهم خبر بأنه أخوها عم يشتغل كعارض أزياء. روي نكد مباشرة على الحان لينقذوا وصل قبل ما مرة كبيرة تستغل الوضع. هاي المرة عرضت عليهم مصاري ليضلوا، بس خافت لما شافت رئيسها اللي هو بطلنا ومشيت فورا. أليكسا وبخت أخوها لأنه وصل لهاي المرحلة، بس فهمت بأنه هو كمان كان قلقان على العيلة وعلى مستقبلها. بعدين قررت تبذل جهد أكبر بشغلها، وأثناء ما كانت عم تعتني بحيوانات الجد ظهر شخص، هاد أخو روي، كان كتير مهتم فيها لدرجة أنه طلب رقمها، وكان عم يسوي حاله أنه مهتم بالحيوانات بس عشان يلفت انتباهها. الجد لاحظ هالشي لهيك حضروا بهدوء عشان يبعد عنها، وذكروا أنه أخوه الكبير مشغول بالشغل كل يوم ولازم يتعب عشان يوصل لمستواه. بعدين بدأ الجد يحكي عن حفيده الأكبر، كان متأمل إنها ما تحتقر روي لما تعرف هويته. مع هيك لما حب يفرجيها معلومات عن حفيده كانت خايفة، ودغري خبرت زوجها لأنها كانت خايفة كتير إنه الجد يطلب منها تتزوج حفيده. روي زعل من جده واتصل فيه ليخليه ما يخوف زوجته، راح ينتظر الوقت المناسب ليكشف هويته. بعدين أليكسا راحت على الحانة مع صديقتها يلي وظفت مجموعة من العارضين عشان يستمتعوا معهم، ومع هيك شافهم تشيلو يلي بسرعة نبه روي، كان كتير غيران، راح يدور عليها وسألها ليش بدها تشوف عارضين لما عندها زوج قادر وأحسن منهم بكتير. ضمها بقوة ومستعد كان يرافقها طول الليل، بس بعدين وداها على البيت وما قدر يتحكم بحاله. أليكسا خافت وبلشت تصرخ وهو انسحب على الحمام، كان حاسس بالذنب ومن الغضب كسر كاس بإيده، ما اهتم إنه عم ينزف واشترى أكل ليهديها، بس هي طلبت الطلاق. ندم على كل شي سواه وخلاها لحالها عشان تخفف عن حالها. تشيو لما شافه مكتئب صوروا صورة وبعت الصورة لزوجته. بهالوقت هي كانت زعلانة إنه زوجها كيف ما تواصل معها، بس فجأة أخوها خبرها إنه هو برا. روي ما حب يتحرك وأليكسا سمحت له يمر، ركع فورا بس هي رفعته لما لاحظت إنه إيده مجروحة، اتصلت بالدكتور ليعالجه. بعدين روي حضنها وقال لها إنها ممكن تقبل أي عقاب إلا الطلاق. أليكسا حذروا إنه ما فيه يجبرها على شيء حتى لو كان غيور، تصرفه ما كان طبيعي، وشكت إنه هو عم يخبي إشي عنه، هو حب يخبرها بإنه عنده مرض عقلي. مع هيك هي ما صدقته، وروي كان مبسوط لأنهم تصالحوا، فراح حضر لها مفاجأة ووداها تشتري تذاكر يا نصيب لأنه رشا صاحب المكان عشان يعطيها مليون. أليكسا لما فازت بالمليون نطت من الفرح لأنها بلشت تعتقد بأنه زوجها هو نجمة حظها وكافأته طول الليل لأنه صار عندها مصاري كتير. ركضت لتستقيل من شغلها، الجد عرض عليها مصاري أكتر عشان تضل، بس هي رفضت وابتعدت مع زوجها. بنت العم شافتهم سوا واتصلت بالزوجة الثانية لتخبرها بأنه روي يتزوج. أليكسا راحت عشان تلتقي بصديقتها وما لاحظت بأنه في حدا عم يلحقهم. صديقتها خبرتها بأنه أخوها رح يوصل قريبا، بس ما تخيلوا أنه رح يعلن حبه لأليكسا. هي رفضته ووضحت إنه متزوجة، بس بنت العم صورتهم وبعتتها الصورة لروي اللي كان كتير 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 غيور وهاجم الشاب بشكل متهور. هالشاب بلش يصرخ إنه مش كافي لإلها وإنه عاجلا أم آجلا رح تتركه، فرجع روي يعطيه ضربة. لما الزوجة الثانية عرفت شعرت بسعادة كبيرة لأنها كانت بدها أبو روي يحطه بمستشفى نفسي. الأخ المجروح دخل المستشفى والجدة طالبت من روي عشان يعتذر، بس رفض بشكل قاطع، وهيك عصب زوجته. أبو روي يتصل فيه بهالوقت ليجي لعنده وهددوا بحياة أليكسا. روي ما كان عنده خيار إلا يطيع. مع هيك قدام استفزازات الزوجة الثانية هددها بالسلاح وقال إنه ما رح يسمح إنه ابنه غير الشرعي يورث الشركة. أبو روي زعل منه وحذروا إنه ما رح يقبل أليكسا بعيلتهم. بعدين روي كمان هددوا، بس الجد حكى بأنه هو موافق إنه بطلتنا تكون بعيلتهم، وطلب من روي يروح عشان يتصالح مع زوجته. أليكسا طلبت منه يكون أكتر ثقة وقبلت تسامحه، بس كان لازم يعتذروا للشاب. فروي أخذت شيو معهم ليعرضوا عليه تعاون مع شغله مقابل ما يبلغ عنه. الشاب وافق، بس لاحظ ساعة روي وطلب يضلوا لحالهم. شك بهويته وخاف إنه يخدع أليكسا، بس روي وضح له إنه مش شغله. الشاب أمر يحقق منه، طلب من بعض الناس يحققوا ببطلنا، بس ما لقى عنه ولا شيء. روي لاحظ إنه بعد ما اشترى لها الخاتم حاب يحكيها عن هويته، بس ما خاف إنها تزعل أكتر
فبعت لها دعوة لعشاء عائلته ليعلن عن هويته قدام الكل. بالفعالية أليكسا انهانت كتير، أرسلوا الحراس ليطردوها، بس روي دخل بهاللحظة ليوقفهم. أليكسا انصدمت لما اكتشفت بأنه زوجها هو أمير العيلة القوية. بعدين وبس لوحدهم وبخته لأنه خبى هويته عنها. عصبت كتير لأنها كانت مفكرة أنه هو عمره 30 سنة، بس هو وضح بأنه عمره 26 سنة. مع هيك هي كانت بدها تطلقه، فاعترف بأخطائه وتوسل لها عشان تسامحه. كان مستعد يضحي بحياته بدل الطلاق، بس هي ما استسلمت بسهولة. فجأة تذكرت إنه عيلتها رجعت على الاستقرار بسرعة بفضل استثمار، وفهمت إنه كل شي كان بسببه. ولما قربت تسامحه ظهر أبوها اللي كان معصب لأنه حس إنه انخدعه. افترض إنه الأمير كان عم يلعب بمشاعر بنته، فطرده من البيت. روي ما كان عارف شو يعمل، فنصح صديقه إنه يتواضع ويطلب السماح. بنفس الوقت أليكس استلمت فيديو من طفولة روي لما انحجز بالمستشفى المجنون لأنه كان عم يعاني من مرض، وقالوا كمان شفقوا عليه. روي ظهر بهاللحظة بقميصه مفتوح، مفكر إنه عضلاته رح تقنع بطلتنا عشان تغير رأيها. مع هيك هي تصرفت بطريقة ثانية ورجعت على غرفتها. بلشوا يقنعوها عشان تسامح بطلنا، وهو بلش يركع على الروح الخشب. أليكسا شعرت بالحزن لما شافته هيك، بس هو ضل راكع عشان تسامحه. وبعد دقايق وافقت تسامحه. ويوم من الأيام روي سألها إذا ما بتتذكروا من شي مكان، بس هي ما فهمت شو بيقصد. فلهيك راحت تسأل الجد، مع إنه هو كمان ما كان عارف عن الموضوع. بس هي عم تتصفح ألبوم الصور، شافت صورته وفهمت كل شي من أوله لآخره. راحت على طول عشان تدور على بطلنا وعطته حضن قوي، وروي حس بحبها وقبلها فورا. وبعد أسابيع احتفلوا بزفافهم، وهو اعترف لها بأنه حس براحة وهو ماسك بإيدها. وبالنسبة له هي حبه الوحيد، وأليكس تعلمت تحبه بعمق. وبس هيك خلصنا ملخصنا لليوم. اشتركوا بالقناة، حطوا لايك للفيديو، ابعتوا الفيديو لأصدقائكم لكل الأشخاص اللي قريبة منكم. وبس بحبكم كتير كتير، نلتقي بالملخص الجاي بإذن الله. باي باي.